السلام عليكم وأهلا بكم. من المتعارف عليه إن لكل حرب فاتورة خاصة هيدفعها كل طرف، لأن مفيش حرب حد بيدخلها ويطلع كسبان مليون المية من وراها. الحرب دي مش هتأثر على فلسطين وحدها ولا إسرائيل، ده على الطرفين بالكلية ومعاها كمان كل الدول اللي جنبيها. القاهرة حاولت تقلل من وطأة الحرب دي بجهود دبلوماسية، ولكن على الناحية الاقتصادية الحرب بتتأثر وبتأثر على الكل. ونيجي للسؤال المهم، هل هيكون في خطورة على مشاريع مصر أو تعطيل ليها؟ وإيه الضرر اللي ممكن يلحق بسينا كمان؟ هل ممكن يحصل انسحاب للاستثمارات اللي بالعملة الأجنبية بسبب الحرب وبسبب موقع مصر الجغرافي؟ إمدادات الغاز في المنطقة كمان هتكون عاملة إزاي الفترة اللي جاية؟ والاتفاقيات هتفضل ماشية في اتجاهها بعد الحرب ولا لأ؟ كلام كتير وأسئلة أكتر. تعال ندردش مع بعض ونعرف إيه هي القصة بشكل أوضح. عايزك تعرف إننا مش بنعكس الكواليس لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. إزاي إسرائيل بتتحكم في مواجهات غزة؟ إسرائيل بتتحكم في قطاع الكهرباء والمية والنقل والاحتياجات اليومية جوه غزة. غزة بيعيش فيها 2 مليون إنسان، أنت متخيل معايا؟ إسرائيل بقى متحكمة في حياة كل الناس دي وكل العوائل وكل الأطفال وكل الرضع اللي موجودين. القطاع اتكلف خسائر مهولة بسبب الهجمات اللي عملتها إسرائيل عليهم. الخسائر خلال الفترة دي وصلت لأكتر من 57 مليار دولار، ده غير التكاليف اللي بتكون لإعادة الإعمار وغيرها، واللي وصلت لنص مليار دولار في إصلاح البنية التحتية بس. والمشكلة هنا إن غزة ما عندهاش نظام اقتصادي ولا زراعي ولا حتى لوجستي يساعدها في التكاليف دي. طب التمويل ده يا ريس بيجي منين؟ من حماس، هي اللي بتتحكم في قطاع غزة، وده اللي خلى غزة في إيد حماس، وعن طريقها بيجي لها تمويلات للقطاع ده غير مساعدات الدول العربية زي مصر وإيران والسعودية وغيرها. ليه التمويلات بقى الفلسطينية تحت التهديد؟ التمويلات الفلسطينية بقى فيه جزء كبير منها مهدد. طب ليه؟ هقول لك آخر كلام وصل لنا. آخر كلام قال إن عدد القتلى عدى من ناحية الإسرائيليين وجنسات تانية من أمريكا وغيرهم. المشكلة هنا إن الدول دي ممكن توقف أي مساعدات لفلسطين، وساعتها هتكون فلسطين في وضع صعب، خصوصا بعد ما مصر عملت مجهود شاق ومستحيل عشان توصل جزء من المساعدات لغزة بشكل متتابع لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي. مصر بقى بتتأثر بالحرب اقتصاديا إزاي؟ طبعا الحرب دي ليها أثرها على الاقتصاد بشكل كبير، ولو اتكلمنا على ميناء العريش لحد غزة هنلاقي إن المسافة مش هتكمل 100 كيلو متر، وده بيعرضنا لخطر بشكل واضح وملحوظ، لأن ده ممكن إنه يوقف لنا العمل في الميناء. وكمان آبار الغاز المصرية هتكون تحت التهديد، وأولهم الحقل المصري زوبر، واللي بيوصل حجم إنتاجه يوميا 2.3 مليار قدم مكعب. ولو إنتاج الغاز اتعطل لأي سبب فده هنكون في مشكلة كبيرة جدا في تنفيذ اتفاقياتنا من العقود اللي موقعة من الحكومة المصرية مع الشركات اللي بنصدر ليها الغاز. وفي حالة لو الضرر وصل لنا ووقفنا التصدير ده هيحطنا في خانة دفع الغرامات. قطاع السياحة المصري بقى في أزمة، وإيه اللي وصله للأزمة بعد الحرب؟ الحرب جت في وقت السياحة المصرية فيه كانت بتحاول تسعى إن هي تحسن من أدائها وتجذب السياح للبلاد، لكن بعد اللي حصل الوضع هيكون أصعب، لأن كل حادث ليه أثره على قطاع السياحة، وده هيعود على الدولة بالسلب في مشكلة العملة الأجنبية. كمان بدأت منتجعات سياحية مصرية في سيناء تفقد إيراداتها بعد اشتعال نيران الحرب. السائحين الإسرائيليين الوافدين لمصر في نهاية 2022 وصلوا 735 ألف سائح، أغلبهم دخل البلاد عن طريق معبر طابا البري، والكلام ده بناء على إحصائيات إسرائيلية لشبكة BBC البريطانية. البنك المركزي في بيان له قال إن إيرادات مصر السياحية ارتفعت خلال العام المالي 2022-23 بنسبة 26.8% على أساس سنوي، ووصلت في السنة المالية ل 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه. وبالتالي احنا بنحارب عشان نوصل لنسب أعلى أو نحافظ على نفس النسبة مش تقل زي ما بيحصل للأسف ومتوقع أنه يحصل في حالة استمرار الحرب. الهند وأمريكا والسعودية وإسرائيل بيعلنوا ربط ممر تجاري بين الشرق والغرب. السعودية والهند وأمريكا وإسرائيل كانوا بيتفقوا إنهم يعملوا ممر تجاري هيربط بين الدول الأربعة.
هيبدأ من الهند وهيعدي على مواني السعودية ويطلع في طريقه لإسرائيل وبعدها على البحر المتوسط، وينقل الغاز والنفط من السعودية وإسرائيل ويصدروهم لأوروبا. الممر التجاري ده كان واحد من أحلام الكيان، واللي كان هيتحقق بعد ما تعمل تطبيع مع السعودية. لكن غزة كمان بتمتلك حقلين للغاز في البحر المتوسط، والممر ده بالشكل ده مهدد إنه يقف. ليه؟ عشان لو الممر ده اتعمل من غير ما حماس وغزة تتفاوض على الحقلين بتوعها مع إسرائيل بدل ما تفضل تحت رحمتهم، هيكون مهدد دايما بالخراب وهتزيد المشاكل عليه، ومش بعيد القصف المباشر يزيد عليه. الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بتأثر على اقتصاد العالم إزاي؟ الحرب دي بتهدد الشرق الأوسط كله من ناحية إن الاقتصاد العالمي بالمتوقع جدا إنه يصاب بالركود، ده غير المخاوف اللي عند المستثمرين من قرارات البنك الفيدرالي. كمان تدهور البيئة الاقتصادية بشكل عام ده بيهدد الاقتصاد العالمي الكلي. المستثمرين بيراقبوا الحرب اللي بين حماس وبين إسرائيل هتوصل لفين، وتوقع الخبراء ليها رايح فين. الخبراء قالوا إن نهاية الحرب دي ليها 3 سيناريوهات. الأول إن الصراع اللي شغال ده يفضل جوه غزة، بس في الحالة دي هيكون تأثير الحرب على أسعار الغاز والنفط هيكون طاغي جدا، ولو إيران اتدخلت وأمريكا فرضت عليها عقوبة أسعار النفط هتزيد فوق الزيادة اللي زادتها، وفي الحالة دي هيكون التأثير على الاقتصاد العالمي أقل تأثيرا، لأن ممكن الدول تعوض البراميل الإيرانية المفقودة من أوبك. السيناريو الثاني إن لو الحرب توسعت بره فلسطين، ده هيزيد من رفع التكلفة الاقتصادية وهيزود أسعار النفط اللي ممكن توصل لزيادة مبدئية 10% وتروح ل20 و30. والتأثير الاقتصادي في السيناريو ده هيكون عبارة عن صدمة في أسعار النفط والأسواق العالمية هتتأثر بده كمان. خد عندك بعض الإحصائيات العالمية الخاصة بانخفاض بعض المؤشرات في الاقتصاد الدولي. انخفض مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات جلسة الجمعة اللي فاتت بعد تراجعات كبيرة في وول ستريت، مسجلا خسائر أسبوعية. البورصة الأمريكية أغلقت على انخفاض حاد بختام تداولات الأسبوع برضه. المخاوف كمان راحت لموضوع نقص إمدادات النفط، أدى ده بقى لارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا لزيادة الإحجام عن المخاطرة. المحللين كمان حذروا من الضغوط على هوامش الربح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الجنوني المتوقع إنه يحصل. طيب يا ريس، التضخم العالمي دلوقتي رايح لفين؟ ارتفاع أسعار النفط ده بالتبعية هيزود التضخم العالمي 2 نقطة مئوية، وده هيخلي الضغط على البنوك المركزية في إنهم يرفعوا الفايدة أكتر وأكتر. طب بالنسبة للسيناريو الثالث ده يا ريس، ده عبارة عن إيه؟ عبارة إنه لو حصل حرب بين إسرائيل وإيران، في الحالة دي الحرب هتتسبب في ركود للاقتصاد العالمي بشكل كبير. أسعار النفط هتعلى بشكل جنوني وهتكون ضربة قوية للاقتصاد العالمي. كمان الدول العربية حظرت من النفط، وده كان ردا على إن أمريكا بتدعم إسرائيل في الحرب. لكن لو إسرائيل وإيران بدأت بالحرب على بعض، ممكن أسعار النفط تزيد ل $150 للبرميل. ومن المتوقع إن الطاقة الإنتاجية في أوبك أو السعودية مش هتقدر تحل الموقف، خصوصا لو إيران قررت إن هي تقفل مضيق هرمز، واللي بيمر من خلاله 5 إمدادات للنفط العالمية يوميا. وصدمة زي دي من الممكن إنها تأثر على الجهود العالمية لتقليل الأسعار. الحرب مشكلتها كبيرة ومش قليلة، ولازم العالم يحاول يقف في الحرب دي بالطريقة اللي ما تأثرش بالسلب على اقتصاد الدول. كمان لازم الحرب تقف على الصعيد الإنساني، لازم العالم يتصرف بذكاء شوية، خصوصا إنه في فترة الاقتصاد العالمي أو الركود الاقتصادي العالمي محدش هيتحمل أي خسائر تانية، سواء في قطاع الغاز أو النفط أو على أي قطاع بصفة عامة. ولا إيه رأيك يا ريس؟ أكيد طبعا رأيك يهمنا، قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.